قاتل متسلسل بيصحى يلاقي نفسه محبوس في حلقة زمنية وبيعيش نفس الليلة القذرة دي مرارا وتكرارا. فيا ترى هيعمل ايه علشان يخرج من الكابوس ده؟ الحكاية بتبدأ في مطعم صغير وفي اتنين قاعدين بيتفرجوا على نشرة الأخبار عن قاتل مرعب اسمه مانيجار وجرايمه. وفي اللحظة دي بالظبط بيدخل بطل قصتنا، واحد اسمه تشارلي، النادلة الجميل اللي اسمها أنا بتجيله علشان تاخد طلبه. لكن تشارلي بكل برود بيطلب منها إنها تقعد معاه. أنا بترفض طبعا وبتقول له إنها ما تعرفوش. شارلي بيقول لها بس إحنا ممكن نتعرف على بعض. طبعا هي بتشوف الموضوع غريب جدا فبتديه قهوته وبتمشي. بنشوف شوية مدمنين كمان قاعدين في المطعم وبينادوا على أنا يا ماما علشان هي أكبر منهم في السن. وأول ما بتخلص الوردية بتاعتها وبتطلع بره المطعم بتلاقي شارلي واقف مستنيها في الشارع وبيعرض عليها سجارة وبيطلب منها تخرج معاه في ميعاد، بس هي بترفض الاتنين. وتشارلي بيحاول معاه وبيتحايل عليها وبيقول لها طب خلينا بس نتكلم شوية. أنا بتكمل طريقها بس تشارلي بيفضل ماشي وراها. وأنا بتطلع السبراي من شنطتها علشان تحمي نفسها. وتشارلي بيقول لها إنه رايح بس للعربية بتاعته وهي بتقول له اتفضل روح. لكن فجأة تشارلي بيطلع مسدس وبيوجهه يمتها وبيقول لها تعال معايا. أنا بتتوسل لي وبتترجى إنها عندها بنت صغيرة، لكنه بيسحبها معاه بالعافية وبيجرها للعربية بتاعته. وفي العربية بيسألها عمرك شفت نفسك مع راجل زيي؟ أنا المسكينة من الخوف بتوافق فورا وبتقول له أيوة يومي كان وحش جدا بس أحب أعمل أي حاجة بكرة، ممكن نخرج نتعشى سوا. فتشارلي بيبدأ يسألها هتلبسي إيه؟ فهي بتحاول تسايره من الرعب وبتوصل ليه فستان جامد. وهنا الكارثة تشارلي بيطعنها بسكينة. وفي اللحظة اللي بعدها مباشرة بيلاقي نفسه رجع بالزمن ورجع بالظبط للحظة اللي دخل فيها المطعم أول مرة وبيلاقي أنا عايشة. فتشارلي مش مصدق اللي بيحصل ومش فاهم إزاي هو رجع للماضي. وبيلاقي نفس الناس قاعدة وكل حاجة زي ما كانت وبيروح يقعد في نفس المكان. ولما أنا بتيجي تاخد طلبه بيسألها تاريخ النهاردة إيه وبيقول لها هو أنت ما تعرفيني؟ فأنا بترد عليه وهي في حيرة وبتقول له إحنا اتقابلنا قبل كده. شارلي بيكون في قمة ارتباكه وبيديها طلبه وبيكون قاعد جنبهم واحد اسمه ديفيد. شارلي بيحاول يكلم الراجل ده علشان شكله مألوف ليه جدا بس ديفيد ده ما بيردش كأنه مش شايف ولا سامع تشارلي أصلا. فشارلي بيقوم وبيرجع مكانه. ولما أنا بتخلص الوردية بتاعتها وبتطلع بيتكرر نفس السيناريو بالظبط. تشارلي بيمشي وراها تاني وأنا بتقول له امشي تاني وبيقوم مطلع مسدسه تاني يمتها. فأنا بتقول له أنا عندي بنت صغيرة. فتشارلي بيرد عليها وبيقول لها عارف وبياخدها العربية وبيقتلها تاني. لكن بيرجع تاني بالزمن تاني لنفس المكان. شارلي بيصرخ في الناس وبيقول لهم انتوا بتلعبوا معايا. والناس هنا مش فاهمة هو بيتكلم عن ايه وبيطلب من أنا ترفع هدوم. فبنشوف زبون تاني اسمه سام بيحاول يوقفه. فتشارلي بيطلع المسدس وبيخلي أنا ترفع هدومها ولكن ما فيه أي طعنة أو علامة للجرح. شارلي اتجنن ومش فاهم ازاي ده ممكن يحصل. سام بيضرب تشارلي بالمسدس ولكن بيرجع تاني بالزمن لنفس اللحظة. شارلي بيصرخ في سام وبيقول له انت ضربتني بالنار. وبيطلع من المطعم وهو متضايق وبيحاول يهرب بعربيته بس بيلاقي نفسه رجع تاني لنفس اللحظة برضه. حاول يهرب فشل. شارلي بقى محبوس جوه الحلقة الزمنية دي. وفي لحظة جنان بيضرب سام بالنار وبيطلع. وفي لحظات بيلاقوه رجع لنفس اللحظة تاني. المرة دي تشارلي بيقعد بهدوء بيتكلم بلطف مع أنا وبيروح لديفيد وبيقول له لسه معرفتش انت مين بالظبط بس لو كنت مكاني ومحشور في الحلقة دي كنت هتعمل ايه؟ ديفيد ولا بيعمل أي رد فعل ولا كلمة واحدة. شارلي بيقف قدام بنت بقى وبيسد عليها الطريق علشان رايحة حمام السيدات. وبيروح يقعد على ترابيزة قابل وبيقول لهم أنا هنا علشان أتعرف عليكم. وبيطلع المسدس علشان يخوف. وهنا المفاجأة اللي بيكتشفها تشارلي إن القابل دول مش متجوزين، هم بس بيخونوا أزواجهم. شارلي بيقول للراجل مراتك اللي بعتاني قتلك. وبعد كده بيقول له ما تخافش أنا بس بضحك معاه. وبعدين بنشوفه بيروح يقعد مع اتنين ممرضين تانيين وهم بيتضايقوا منه وبيسيبوا الترابيزة وبيمشوا. بنروح لمشهد اللي بعده وهو بيقتل واحدة من الممرضات قبل ما تخرج من الحمام بس الحلقة ما رجعتوش تاني. فبيحط جثة الممرضة في عربية نقل وبيحاول يخرج. واحد من العمال بيوقفه وبيقول له دي العربية بتاعتي. فتشارلي بياخد العامل ده بره وبيقتله هو كمان وبيحط جثته في الزبالة. الممرضة التانية بتخرج تدور على صاحبتها. فتشارلي بيقول لها عربيتها هي ممكن ندور عليها سوا لكن هي بترفض. فتشارلي بيرجع المطعم وبيقعد مع سام وجاري وبيطلب له مشروبات جديدة. أنا بتقدم البيرة وهي بتقول دي آخر حاجة وبعد كده روحوا بار علشان ده مش بار. بتدخل الممرضة التانية من بره وبتقول إن سوفي اللي هي الممرضة المقتولة اختفت وإن الراجل ده اللي هو تشارلي كان بره. نشوف تشارلي بيقوم يقعد مع القابض الخاين ده تاني. بيقوم شاقي رقبة الست وبيقول لصاحبها اللي بتعملوه ده جريمة في الإنجيل وبيقتله هو كمان. وبيروح يوجه المسدس على الممرضة وبيوقف سام قبل ما يطلع مسدسه وبيقول لهم أقدر أضرب نار عليكم كلكم بس مفيش متعة في كده. وهنا المفاجأة اللي ما كانتش متوقعة الطباخ بتاع المطعم بيجي من وراه
ويقتله. بعد كده في دورة اللب الجديدة شارلي بيبدأ يكلم ديفيد تاني وبيقول ليه لو انت اله او اي حاجة في الموضوع ده، لو حطيت سمكة قرش في حوض مليان سمك صغير ايه اللي هيحصل؟ وبيقول له اتفرج، وبيبدأ يقتل الناس اللي في المطعم. اوقات بيقتل الناس واوقات الطباخ هو اللي بيقتله، بس الحلقة دي شغالة بشكل مستمر. شارلي اللي بيعشق القتل عمل كل انواع القتل الممكنة في الحلقة دي، زهق لدرجة انه حفظ كل كلمة انا بتقولها في كل مرة. بيطلب من انا بيض ولحم، فهي بتقول له انهم مش بيقدموا فطار في الوقت ده. شارلي بيرد بثقة بيقول لها عارف، وعارف كمان ان في بيض في التلاجة، وبيقول لها روحي قولي للطباخ الضخم يعمله. بيروح بنفسه يحط البيض قدام الطباخ، فالطباخ بيقول له يرجع مكانه. فتشارلي بيتعصب وبيهاجم الطباخ، بس الطباخ اقوى منه بكتير. وتشارلي بيبدأ يتكلم عن الطباخ قدام ديفيد، وبيقول له ان الطباخ ده عنده سر او عامل زي عميل سري، وتشارلي مش عارف يقتله. فبيفكر يمكن لو قتله هيخرج من الحلقة دي، فبيحاول يقتله بطرق مختلفة، والطباخ بيديه علقة كل مرة. وفي الآخر تشارلي بيضربه بالنار بالمسدس، وبيعمل لنفسه البيض واللحم بياكلهم، وبعدين بيقتل نفسه. وبتبدأ الحلقة من جديد، بس المرة دي تشارلي بيشوف راجل عجوز قاعد في المطعم بيبدأ يصرخ، بس الراجل ده بيختفي. تشارلي وصل لمرحلة من القرف والزهق لدرجة انه خلاص هيعيط. انا بتكلم الشرطة علشان تطلعه من هنا. الشرطة بتسحبه بالعافية، بس الحلقة بتعيد نفسها تاني. تشارلي انكسر خلاص، وهنا ديفيد بيتكلم أخيرا وبيسأله مش عارف إيه، وبيقول له أنت خيبت ظني بجد، كنت فاكرك الآن الصح بس أنت خلاص بتعيط. وبيقول له كام اسم كده، وبيقول له لو كانوا مكانك فكر كانوا هيعملوا إيه، أبوك كان هيعمل إيه. فتشارلي بيغضب وبيقول له ما تتكلم عن أبويا، وبيسأله إيه القرف اللي المفروض أعمله. فديفيد بيقول له هتضطر تشوف بنفسك. فتشارلي بيقول له أنا قتلتهم كلهم، لكن ديفيد بيرد عليه وبيقول له لكن هم لسه هنا. تشارلي بيسأله بيقول له إيه اللي أنت عايزه، وبيقول له لو طردتهم كلهم بشكل نظيف ده هيطلعني من الحلقة دي. تشارلي بيبدأ يقتل كل واحد في المطعم بشكل نظيف ومرتب واحد ورا التاني، وفي الآخر ما بتبقاش غير أنا بياخدها على جنب. وفي اللحظة دي بيوصل الموظف اللي جاي علشان يستلم الشيفت، فتشارلي بيقتله هو كمان. بيقول لآدا هي دي الطريقة اللي المفروض تحصل، وبيقول لها إنه مش قادر يستمر في كده، ومش قادر ينام ولا قادر يموت، بس هو عارف الحل وإنها الأخيرة بتاعته، وبيطعنها وبيقتلها هي كمان. بس يا خسارة تشارلي بيرجع تاني للماضي. الحلقة رجعت، وش تشارلي بيبقى وشك البكاء، فبيخرج من المطعم ومش شايف أي طريقة علشان يخرج من اللوب اللي هو فيه، وتعب نفسيا من كتر القتل. بيقعد في العربية بتاعته وبيبدأ يعيط بصوت عالي. في اللوب اللي بيبدأ بعد كده بيشوف قسيس قدامه في المطعم. تشارلي بيروح يقعد معاه. القسيس بيسأله ايه اللي اتعلمت، فتشارلي بيقول له عايز اروح بيتي. فالقسيس بيسأله انت هنا ليه، ولما تشارلي بيقول له مش عارف، القسيس بيرد عليه وبيقول له لا انت عارف، شارلي هنا عشان الخلاص. القسيس بيقول له حاول. شارلي بيعيط وبيقول انا اتعلمت حاجات وحشة كتير. القسيس هنا بيقول له آية من الكتاب المقدس، وبيقول له عندك القوة علشان تختار مصيرك بنفسك. فتشارلي بيقول له عايز أبقى حر وعايز السماح. فبيسأل القسيس أعمل إيه، فالقسيس بيقول له ابدأ من جديد. وفي دورة اللب اللي بعدها تشارلي بيبدأ يتصرف كويس مع كل الناس، حتى بيغير مكان قعدته وبيوقف المدمنين اللي بره قبل ما يدخلوا المطعم، وبيطلع المسدس قدامهم وبيقول لهم امشوا انتوا الاتنين من هنا المطعم مقفول. وبيقول للبنت الصغيرة لو عايزة اقدر ادبر لك وسيلة علشان ترجعي بيتك. البنت بتقول له شكرا مش عايزة وبتمشي. تشارلي بيطلب من انا طلبه بكل ادب. بنشوف انا كمان بتكون ودودة معاه اكتر من قبل كده. بيروح للممرضات وبيقول لهم انا بس عايز اشكركم على خدمتكم. الممرضات بيعجبهم كلامه. بيروح للقابل بقى الخاين وبيقول لهم ابويا كان راجل وحش قوي، عمل حاجات كتير غلط وكان بيضرب امي وكمان خان امي، وامي كانت بتطلع كل ده علينا. وبيقول لهم شوفوا انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل في بيتكم، ولكن الولاد عارفين وكل الناس عارفه. فكروا فيهم بس المره دي ديفيد بيكون مش موجود. فتشارلي بيستمتع بعشاء وبيتعشى مع جاري وسام وبيضحكوا مع بعض. وبره المطعم انا بنفسها بتيجي تطلب منه سجاره، وبيبداوا يتفرجوا على النجوم في السماء. وانا بتقول ان بنتها عارفه كل حاجه عن النجوم وهتشاور له عليها وهتشاور له على كل كوكب. انا المره دي مرتاح اكتر وهي بتتكلم مع تشارلي بيوصلها لحد عربيتها. فانا بتبص على العربيه وتساله العربيه دي بتاعتك، فتشارلي بيقول لها اه. فانا بتقرب منه اكتر وبتبوسه، والاتنين بيدخلوا العربيه بتاعت تشارلي. وتشارلي بيسيب المسدس بتاعه بره وهو متوتر علشان دي اول مره يحصل معاه كده، وبيسالها ليه وهي بتقرب منه اكتر وبتبوسه تاني. ولكن تشارلي بيطعنها تاني. ويا نهار ابيض الحلقه المره دي ما رجعتش، بدل كده المشهد بيتغير لمكان علاج منشاه علاجيه. بنشوف لوحه كبيره بتتفرج على كل الاحداث اللي حصلت على شاشاتهم في الحقيقه. كل اللي حصل ده كان محاكاه شغاله جوه عقل تشارلي ده كان سجل في البرنامج ده. لما بيشوف انا هناك بيبدا يصرخ، والدكاتره بيوضحوا له ان دي مش انا وانه شاف وشها قبل المحاكاه. بس تشارلي بيقول لهم انتوا عملتوا لي فخ، انتوا اللي اتدخلتوا وانتوا اللي رميتوا نفسكم عليا. في الحقيقه تشارلي ده كان سجين وجه المشروع ده علشان يمثل انه اتغير علشان يقدر يخرج من السجن، بس دلوقتي ده مش هيحصل لانه واضح للكل انه ما اتغيرش. ديفيد ده كمان كان مجرم في المصحه دي زي
زي وأنا أو بمعنى أصح إيمي كانت مع تشارلي في المحاكاة دي. رئيس المشروع بيوضح للعامة إزاي هم أجبروا المجرمين دول إنهم يواجهوا إنسانية أفعال، وهدفهم إنهم يدمروا نفسية المجرم وبعدين يبنوه تاني كإنسان طبيعي وعنده إنسانية. بس في نقاد كتير كانوا ضد البرنامج ده وبيقولوا إنهم بيخلوا الناس دي تعيد جرائمهم الشنيعة مرة ورا مرة، وده شيء غريب وعقاب قاسي وغير عادي. وإحنا شفنا تأثير ده على تشارلي لدرجة إنه ما بقى عارف ينام. فإيمي اللي هي أنا بتيجي وبتدي له حقنة، والمفاجأة الأخيرة إيمي دي طلعت بنت أنا الحقيقية وبتودي تشارلي للمحاكاة تاني. وبيخلص الفيلم ده لحد هنا. ما تنساش تقول لنا في التعليقات إيه رأيكم في تفسير ده، ولو عجبك ما تنساش تشترك في القناة. وسلام.